قبل ما نبدأ الفيديو ده لازم تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا الفلسطينيين إن ربنا ينصرهم. وبناء على إن قصة شون اتطلبت مني في القناة دي، ففي خبر كويس ليكم. القصة دي إن شاء الله هتكون جزء من أجزائها، بس مع اختلاف صغير في الأسماء. وبالنسبة للرسم بتاع القصة، هو مش أحسن حاجة في الأول، بس لما ندخل شوية في أحداث القصة هتلاقي الرسم بقى عامل كده. وعشان انت عارفني ما بحبش اتكلم كتير في الفاضي، يلا بينا نبدأ. اللي قدامنا ده هو ابننا لين من سلالة اسمها ديان، والمكان اللي ابوه موجود فيه دلوقتي هي مسابقة الفنون القتالية، وابو لين هو اللي بيخوض المسابقة دي دلوقتي. والمنافس اللي قدام ابو لين بيكون اسمه لانج. وبنعرف من ابننا لين ان ابوه ده كان بيلقب بالعبقري، وان جده كان بيحكي له ان ابوه ده هو كان الاقوى في الجيل بتاعه. ولسه لين بيقول ابويا هيكسب، بيتعامل معاه الجلاشة وبيتهزم شر هزيمة من المقاتل لانج. طبعا بيتصدم ابننا لين، اللي هو ازاي ده يحصل؟ ده انا ابويا اقوى حد موجود دلوقتي. وبيقول لانج عنه انه مجرد قمامة، فما بيصدقش لين اللي حصل ده، وبيصرخ بأعلى صوته. بيعدي على الاحداث دي 6 سنين، وللاسف ابننا لين كده شكله بيتضرب زي ابوه. ده ايه العيلة اللي تعر دي؟ وبيغيظه اللي ضربه وبيقول له انت ابن قمامة. يلا اقول لك على حاجة، وانت كمان قمامة، انا بنصحك تخرج من عيلة لين بدري بدري كده قبل ما اخرجك انت وابوك منها على ظهرك. بيتعصب جدا لين منه وبيقول له لو قلت على ابويا قمامة تاني وربنا هقوم بسحقك لحتت صغيرة. فبيضربه تاني وبيقول له انت اللي هتقوم بسحقي؟ انت هبل يلا ولا ايه؟ ده كفاية بس ان بسبب ابوك القمامة عيلتنا ما عادتش عارفة ترفع راسها تاني. لولا بس ان جدنا هو اللي دعم العائلة، كان زمان العيلة كلها خرجت بره المدينة. وبيتنمروا عليه كمان وبيقولوا شوفي الولد اللي عامل شبه الكلب ده. ومش بس كده، ده بيهنوه وبيدوسوا على دماغه كمان، وبيقولوا انت بتبصلي كده ليه؟ يلا ما انت لو كان عندك القدرة كان زمانك واقف ضدي دلوقتي بتقاتلني، انما انت عامل زي ابوك عيل هيتيا. بيصرخ لين وبيقول انا مش هتراجع ابدا. بس كل ده بدون اي فايدة، وبيصحى يلاقي نفسه على السرير ومتخرشم من الضرب. وبيقول ايه ده، هو انا في البيت؟ بتجيله امه وبتقول له كويس انك صحيت، احنا لقيناك مغمى عليك جنب الطريق وكلك جروح، انا كنت هموت من القلق عليك بجد. بالمناسبة ام لين اسمها ليو. بيتكلم القمامة قصدي ابو لين وبيقول لها بس يا ليو بطلي تدافعي عنه بقى. انت يالا مش انا قلت لك قبل كده ان مفيش عندك اي قدرات؟ ليه مصمم تتخانق معاهم؟ انت يا ابني عايز تعمل مشاكل وخلاص، بدل ما بتضيع وقتك في اللي انت بتعمله ده طور نفسك احسن. وفجأة بيحس ابوه بألم شديد وبيسعل سعال قوي. بيحاولوا هم يطمنوا عليه، فبيقول لهم لا لا ما تقلقوش انا بخير. بيكلم لين ابوه بيقول وربنا ما هسيبهم، هم مين اصلا علشان يقولوا على ابويا قمامة؟ العيال بنت التيت دي انا مش هسامحها ابدا. واول ما بيخرج الكلمتين اللي في نفسه دول بيتألم هو كمان. يلا يا عيلة مخوخة. المهم بيرد عليه ابوه بيقول له مالكش دعوة باللي الناس بيقولوه، درب انت بس نفسك وخليك كده بني ادم قوي وهم هيقفلوا بقهم. وبيكمل كح هو على جنب. فبتجري عليه ليو وبتقول له بس بقى اشياء وبطل تتكلم، انت مش قادر تتكلم حتى، اسكت يا اخي. برضه مش بيسكت وبيتكلم وبيقول بقولك ايه يا ليو، ادي نبات الجينيسنج الاحمر للين علشان ده هيساعده شوية انه يتدرب. بتقول له مش هينفع طبعا، النبات ده هيعالج جروحك. بيقول لها لا 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 مش مهم، انا هبقى اروح ادور على بعض الاكسير في الجبل. وبيشفق على نفسه وبيقول انا شخص ماليش لازمة، مش مهم ايه نوع العلاج اللي انا بستخدمه، كله في الفاضي. احسن حاجة هعملها ان انا اديهم لك يا لين علشان تنجح في استكمال تدريبك. بيتعصب منه لين وبيقول له كلامك مش صح، ما تقولش على نفسك انك مالكش لازمة، ابويا هو عبقري بلدة يانج، وهو كمان اقوى تاني شخص في العيلة بعد جدي، واللي يقول غير كده امه رقاصة. فما بيردش ابولين عليه وبيلف وشه وبيمشي. بالمناسبة صحيح ابولين اسمه شياو. فبيفتح كده شياو الباب وبيقول لابنه الاقوى يا ابني، ده كان زمان، انا خلاص راحت عليا. فبياخد باله لين ان امه بتعيط، فبيجري عليها وبيقول لها لا 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 ما تعيطيش، انا عارف ان انا غلطان، ما كانش ينفع اكلم ابويا بالطريقة دي، انا هتدرب كويس وهحصل على المركز الاول في منافسة العيلة، وكمان هلاقي طريقة عشان اعالج جروح ابويا. بتحط ايدها على وش ابنها وبتقول له انا عارفة ان انت فتى جيد يا لين، وعارفة كمان ان ابوك صارم ناحيتك، بس اوعى في يوم من الايام تلومه.
قدامه، لانه بقى مكتئب جدا بسبب ان هو قام باحراج عائلة لين كلها قدام الجميع، فما عادش عارف يعمل اي حاجة بنفسه. كل اللي بيعمله دلوقتي ان هو يخفي مشاعره المؤلمة جوه قلبه. هو بقى بيكسر كل حاجة موجودة قدامه، وكل ده علشان تدريبك قبل اي حاجة، لانه هو ندمان وكان متوقع لك مستقبل كويس. كل ده دلوقتي بقى بيقع على عاتقك انت يا لين. هو نفسه انك تاخد مكانه وتبقى الامل الجديد لعيلة لين. بص يا لين، انت لو ما فهمتش اي حاجة من اللي انا قلتها لك فانت لسه صغير. اهم حاجة بس انك ما تجيبش سيرة الموضوع ده قدام ابوك. انا هروح علشان اجيب لك نبات الجينيسينج الاحمر واجي، عايزك بس تستريح على قد ما تقدر. بيبقى دونج متعصب جدا وبيخبط بكل قوته على الترابيزة وبيقول بص يا ام لين، ابنك فهم كل حرف انت قلتيه دلوقتي. انا فهمت كل حاجة. انا فاكر كويس البغض والسخرية اللي تعرض لهم ابويا، والحزن اللي مسك فيكي بسبب اللي حصل له، والناس اللي ضحكت علينا واتريقوا. انا عارف الشخص المذنب اللي تسبب في كل ده. الشخص ده هو لانج تيان، بسببه بس اصبحت العيلة كلها في الحالة دي. انا لين دونج اقسم بالتأكيد ان انا هسترجع كل حاجة. وفي اليوم التالي بنشوف لين وهو بيجيب اخره وبيتمرن وبيضغط على نفسه، وابن اللعيبة بيجيب 300 ضغط. فجأة بتقطع تدريبه واحدة وبتقول له اخويا الكبير انت عامل ايه، وبتوقع الصخرة اللي كان شايلها على ظهره فوقه. فبتقول له اخويا الكبير اوعى تموت، بما انك ما متش بقى جروحك عاملة ايه؟ بيرد عليها انا قلتلك ان انا بخير يا بنتي خلاص بقى. بتقول له طب اسمع مني بس، لو انت حاسس ان انت تعبان توقف عن التدريب بقى. بيقول لها يخرب بيت ام الزن بتاعك، لسه 3 شهور بس على ما المنافسة بتاعت العيلة تبدأ. انا مش هينفع اضيع اي وقت. قبل اي حاجة بس اكيد انتوا بتسألوا مين البت دي. بص يا سيدي، البت القمر دي اسمها تشينج تان، هنقول عليها تان يعني، وهي فتاة يتيمة امه لقيتها على باب الجامع، فربتهم هما الاتنين مع بعض كأنهم اخوات من ساعة ما كانوا صغيرين. على اي حال البت دي لما كبرت بقت فتاة في غاية الجمال. دالين سمع كمان ان الناس بتيجي من القرى التانية علشان يشوفوها، بس حاجة كده اللهم صل على النبي قمر. المهم بتكمل كلامها مع لين وبتقول له انا قلقانة عليك على فكرة. ابن التيت النادل اللي اسمه شان اللي ضربك امبارح ده وربنا لو وريه شغله، انا هجيب له شيا جي علشان ينفخه. بيقول لها لين لا اوعي تعملي كده. فبتقول له تان ليه مش عايز نعمل كده؟ بيقول لها عشان الندل القذر ده استهزأ من ابويا قدامي، وانا لو طلبت المساعدة من شيا جي هبقى انا كده فتحت على نفسي باب تاني، وانا مش عايز حد يقول لي كلمة ملهاش لازمة. انا يا تان عايز اهزم الولد ابن التيت ده بنفسي. بترد عليه وبتقوله بس قوة شان دي بلغت الطبقة الرابعة من الجسم الحديدي، انما انت بصراحة لسه عيل بشخة من الطبقة التانية. مش عايز احبطك واقولك انك مش هتقدر حتى تلمسه. بيقول لها يا شيخة حرام عليكي، ما تعرفيش تقولي كلمة حلوة ابدا. بقولك ايه، ما تضيعيش وقت، انا ايه اللي خلاني اتكلم معاكي اصلا؟ سيبيني اتدرب بقى. وبيقول لين ان اللعين اللي اسمه شان ده بدأ التدريب قبله بنص سنة، وغير كده كمان ابوه هو الشخص المسؤول عن الموارد الخاصة بالعيلة، فطبعا بيشتري له كل الموارد اللي هو محتاجها علشان تساعده في التدريب. وبسبب ان ابويا قام برفض اي مساعدة من عائلة لين بسبب الاصابة اللي تعرض ليها من عدة اعوام، بالتدريج كده هم بدأوا يتوقفوا عن الاهتمام بالموضوع. وبنتعرف على 3 مستويات من مستويات القوة، واول مستوى اسمه مستوى الجسم الحديدي، وتان اخت لين بتبقى في قاع المستوى ده لانها ما بتتدربش اصلا، ولين بعدها شوية في المستوى لانه بيتدرب بس مش معاه اكسير. اما شان الولد اللي كان بيتنمر على لين اعلى منه لانه بيستعمل اكسير. بعدها المستوى التاني اسمه يوان الارضي، ده بقى المستوى اللي ابو لين موجود فيه وهو مصاب، وقبل الاصابة كان في مستوى اسمه يوان السماوي، وده مستوى كويس على فكرة. نيجي بقى للشخص الاقوى من كل ده اللي اسمه لانج، ده بالذات من بين العائلات الاربعة للسلالة الحاكمة هو العبقري الاسطوري لعيلة لين. الموهبة بتاعته مفيش زيها. بيفتكر لين اللي حصل وبيقول ايها الحمقى كلكم بتمتلكوا ظروف حلوة ومصادر كويسة، انا بقى مش بملك اي ظروف ولا اي مصادر. الحاجة الوحيدة اللي انا بمتلكها دلوقتي هو العمل الشاق والجاد، وربنا لفاجئكم كلكم بقوتي. انا
انا لين دونج هبقى اقوى منكم كلكم بعدة مرات. وبينما هو بيتدرب كده بتخرج منه قوة، فبتاخد بالها تان على طول وبتقول في ايه. بيقول لها دي الطبقة التالتة من الجسم الحديدي، انا عملتها وترقيت في المستوى. فبتاخده تان بالحضن وبتقول له تهانينا يا اخويا اللي اترقى للمستوى التالت. بيقول لها اكيد ده تأثير نبتة الجينيسنج الاحمر اللي ابويا اداهالي، دي المرة الاولى ليا اني استخدم حاجة زي دي، ما توقعتش ابدا ان كل ده ممكن يحصل. بتستغرب تان جدا وبتقول له ياه، هو تأثيرها كبير للدرجة دي على سرعة التدريب؟ بيقول لها طبعا الاكسير بيملك القدرة على تغذية الجسم وسد النقص في طاقة اليوان اللي بيتم استعمالها، ده كمان بتضاعف سرعة التدريب. والاساطير بتقول ان في انواع بتمتلك قدرات اقوى في سرعة التدريب والشفاء وايضا تأثيرات تانية غامضة. بس لو انا كنت بمتلك شوية اكسير كان زماني تجاوزت شان ودست على وشه بالجزمة. بترد عليه تان وبتقول له طب يا حبيبي بما انك بقى محتاج الاكسير، طب ما تطلبه من جدنا. بيقول لها لا انا مش هعمل كده، من ساعة ما ابويا تعرض للاصابة في السنوات اللي فاتت والناس بقت باردين تجاهنا، لو انا رحت لجدي ده هيتسبب في اظهارنا بشكل متغطرس قدام الناس التانيين، انا مش عايز الناس تبصلي بالنظرة دي. ابويا قال لي في مرة ان الظلم في الحياة مش قليل، حتى لو العيلة بتاعتي ما بتمتلكش ظروف ملائمة انا بقى بمتلك الارادة ومش هطلب اي حاجة من اي حد، وبجهدي الخاص لوحدي هقوم بهزيمة كل الاقوياء وجميع الاشخاص العظماء. يا ابني انت بتتهان وبيداس على وشك، مفيش حاجة اكتر من كده، انت جايبها من تحت قوي يا فخري. بترد عليه تان وبتقول له طيب زي ما انت عايز، بس انا شايفه انك لو حصلت على الاكسير ده هيبقى احسن لك، لو ما انتش عايز تطلبه منه بقى كده الموضوع هيبقى صعب عليك فعلا. بيجي في اللحظة دي ابو شياو وبيقول نبتة الجينيسنج الاحمر دي مجرد رتبة اولى من الاكسير، وفي حدود لقدرة التأثير بتاعها. التقدم بسرعة بيعتمد على الجهد اللي انت بتقوم ببذله بنفسك. بص يا لين، المواظبة والعمل الجد هما الحاجتين اللي هيخلوك اقوى من اي حد موجود على وش الدنيا. بيتشجع كده لين وبيقول له انا هبذل قصارى جهدي بجد، ما تقلقش، ما ينفعش تفضل خايف من المعاناة وتبقى كسول. ولا انت ايه رأيك يا تانا؟ فبترتعش تان وبتقول اكيد هو يقصدني، لانها طبعا ما بتتدربش. فبتقول ايوه يا لين، اللي ابوك قاله صح على فكرة، انت لازم تبذل قصارى جهدك. انا سلام عليكم، انا علشان اروح اساعد امي في اعداد الغداء، هبقى شقر عليكم شوية كده. بيقول لين لابوه بابا ما تهتمش بتصرفات تان، هي تلاقيها بس خايفة شوية. بيرد عليه ابوه على فكرة انا عارف، المهم بس بما انك وصلت للطبقة التالتة خليني اقوم بتعليمك بعض تقنيات القبضة. بيفرح جدا لين وبيقول له خلاص قشطة، دي حاجة جامدة. بيقول له ابوه طيب اتفرج بقى على القبضة دي، وفعلا بيجمع ابوه الطاقة في ايده وبيضرب شجرة كده بيطيرها، وبيقول له الحركة القتالية اللي انا هعلمها لك دلوقتي اسمها القبضة المخترقة، وبيطلق عليها اسم الاصداء التسعة كمان. بيتحمس لين وبيقول له طب علمها لي بقى بسرعة، وبيفكر وبيقول انا اول ما هتعلمها الاحمق اللي اسمه شان ده مش هيتنمر عليا تاني. وفعلا بيبدأ ابوه يعلمها له، وفعلا بيبدأ لين يتعلم الحركات ويطبقها لوحده، وبيكون ابوه واقف بيتفرج على حركاته وبيتكلم مع نفسه وبيقول انا بجد اسف ليك يا لين، ابوك مش قادر يديك تدريب افضل، بس انت ما اشتكيتش بسبب ده ولو مرة واحدة بس، كل اللي انت بتعمله انك بتعض اسنانك وبتستمر في العمل الجد بشكل صامت. ابوك بيؤمن انك هتبقى اعظم واحد يا لين. وبعد شوية من التدريب بيقع لين على الارض وبيقول كفاية قوي كده تدريب بقى، انا كده وصلت لاخري، انا بقالي يوم كامل تقريبا بتدرب على القبضة المخترقة، وكل اللي قدرت اوصل له اني اتسبب في صدى واحد بس. انا حاسس بوجع شديد قوي في ايديا، ما عدتش عارف احركهم حتى، انا شكلي هاخدها للبيت زحف بقى وخلاص. وبيوصل لين بعد كده لكهف، واول ما بيوصل بيقف على الباب وبيقول اخيرا قدرت اوصل، اهلا بيكم في قاعدتي السرية. وبتكون عبارة عن كهف وموجود فيه مية شكلها براق، بيخلع كل ملابسه وبينزل على طول في البحيرة دي، وبيكون باين على ايديه انها مصابة بشدة فعلا. واول ما بيسترخي بيقول ياه الاحساس ده منعش فشخ، انا بدأت احس ان انا عايش بجد، انا ايديا مليانة جروح بسبب التدريب، الطبقة التالتة من الجسم الحديدي لسه ضعيفة جدا عندي، اللعنة بجد هو انا هفضل ادرب
ادرب جسمي لحد امتى؟ انا عايز انتج 9 من الصدى. انا بس لو بمتلك الاكسير كنت هقدر ادرب جسمي والفنون القتالية بتاعتي، على الاقل كنت هحصل على نتائج افضل يعني. لو انا بس كنت محظوظ كان زماني لقيت شوية منه. وبينما هو مسترخي على طرف البركة دي بتسقط منه قطرات الدماء، وفجأة البحيرة دي بيتغير لونها وبتخرج فقاقيع. لا مش فقاقيع، بقابيق. البحيرة بتخرج بقابيق، فبيتلسع لين وبيخرج جري من البحيرة وبيقول اح سخن. هو فين اللي حصل؟ هي ازاي بقت سخنة كده؟ هو ايه الهبل اللي بيحصل ده؟ ولا انا بحلم؟ في ايه يا جدعان؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجأة بيبص على ايده وجسمه بيلاقي جروحه كلها اتشفت، وبيحس شعور منعش جدا على ايده وجلده، وبيستوعب ان دي اشارة بلوغ الطبقة الرابعة من الجسم الحديدي. بس بيبقى مش مصدق لانه لسه جايب الطبقة التالتة من شوية. ازاي ممكن ده يحصل بالسرعة دي؟ وبيفكر بصوت عالي وبيقول هو انا عملت ايه؟ انا شكلي عن طريق الصدفة كده عملت كل حاجة علشان اسرع تدريبي، في اكيد حاجة مختلفة انا عملتها. وبيفتكر لما اخته تان قامت باعداد ليه عاصدة الحشرات والاعشاب، فبيقول ايه القرف ده؟ ايه اللي خلاني افتكر الهباب ده؟ مستحيل طبعا يكون هو ده السبب. الحاجة الوحيدة المتبقية هي بركة الصخور دي، قبل لحظات اتغير لونها للون الاحمر. ده غريب جدا. وبيمد ايده كده فيها وبيقول هو ايه اللي بيحصل؟ لان في طاقة كبيرة بدأت تخرج منها. بيفرح كده وبيقول ايه القوة الكثيفة دي؟ ده حتى الاكسير اللي من المستوى الثالث ماهوش حاجة جنبها. باختصار كده دي بركة كاملة من الاكسير جودته عالية. انا شكلي حصلت على غنيمة كبيرة ولا ايه؟ هو ده الكنز العظيم اللي وقع لي من حسن حظي. بس على الرغم من كل ده ازاي التأثير ده حصل لها فجأة؟ انا حاسس ان اللون ده جاي من اعماق البركة، اكيد دي مش صدفة. انا لازم انزل اسفل البركة واشوف تحت ايه. وفعلا بياخد نفسه وبينزل وبيلاقي في قطعة غريبة تحت، وبتكون عبارة عن حجر وفي نصها سائل احمر. بيمسكها وبيقول هي دي سبب تحول مية البركة. انا اول ما اشتلته حسيت بنعومة ملمسه. ده في كمان كتابة غريبة عليه كأنها رمز غامض او حاجة شبه كده. اكيد السائل الاحمر اللي بينتجه الحجر ده من المحتمل ان هو كنز. بص هو انا مش عارف ايه ده، بس انا ما ينفعش اسيب اي شخص يعرف عنه حاجة. الكهف ده هو قاعدتي السرية، فبالتالي الشيء ده اصبح ليا لوحدي. فجأة بيتخض لين لما حد بيدخل الكهف، بس بتطلع تان اخته. فبيقول لها يخرب بيتك خضتيني، انا شخيت على نفسي من الرعب. بتقول له هي اخيرا لقيتك يا اخويا، امك بتقول لك يلا ارجع البيت علشان تتغدى. بيقول لها بس بقى ده انت خضتني حتة خضة. بتقول له بجد هو انت كنت بتعمل ايه كده في السر يا ولا؟ شكلك مخبي عني البطاطا الحلوة. بيقول لها لا والله انا اخبي منك حاجة، ده انت اختي يعني. يلا بس خلينا نرجع للبيت يلا. وبنروح لمنزل لين بالليل، وبتكون القلادة دي عند صدره، وفجأة بتنور وبيدخل لين في الوعي بتاعه وكأنه بالظبط في حلم. فبيتساءل وبيقول ايه المكان الغريب ده؟ بيلاقي شخص شبهه بالظبط واقف قدامه. فبيسأله لين وبيقول له انت مين؟ انت مين ايه ده؟ انا هو ازاي شبهي كده؟ بيبدأ الشخص ده ينفذ لكمات القبضة المخترقة، بس القبضة بتاعته المرة دي بتقدر انها تعمل 10 من الصدى. فبيستغرب لين جدا وبيقول ده القبضة بتاعت ابويا ذات نفسها بتعمل 9 بس من الصدى. اللي مش عارف الصدى ده اللي هو التوابع بتاعت القبضة. بيفرح جدا لين وبيقول انا جات لي فكرة حلوة، انا مش عارف هو بيعملها ازاي بس انا هحاول اتعلم منه. انا حاسس ان هو بيوريني ازاي اعملها، طالما انا بعمل زي حركاته بالظبط فانا متأكد ان انا هقدر اعملها بسرعة اكبر. واول ما بيقلده بيقدر ينتج 4 من الصدى. وبعد شوية بيستيقظ لين من النوم وبيقول ايه ده؟ هو انا كنت بحلم ولا حقيقة ولا في ايه؟ فعلى طول بيجرب القبضة بتاعته وفعلا بتنتج 5 من الصدى. فبيقول يا نهار ابيض ازاي ده حصل؟ ده ما كانش حلم بقى، اللي انا اتعلمته وانا نايم سمح لي ان انا انتج 5 من الصدى. انا عمري في حياتي ما سمعت عن شخص قدر يعمل الموضوع ده بسرعة كده. اكيد كل اللي بيحصل ده بسبب الحجر. الشيء ده مش عادي خالص، البتاعة دي اقوى من اكسير رتبته عالية. شكل كده عثرت على مدرب خاص للفنون القتالية. الحجر ده شكله كده وراه قصة كبيرة قوي. يبدو ان انا قمت بوضع ايدي على كنز فريد من نوعه بجد. وبعد كده بيتوجه ابننا لين للبركة تاني.
تاني وبيحط فيها الحجر وبتبدأ الطاقة تخرج منه، وبيتغير لون البركة برضه، وبيحس لين بتطور رهيب في جسده، وبيوصل للطبقة الرابعة كمان من الجسد الحديدي. أول حاجة بيفكر فيها كده على طول هي شان، وبيقول وربنا لعرفك شغلك بقى يا كلبي اللي اسمك شان، بجد شكرا ليك أيها الشيء الغريب عشان خلتني أتطور بسرعة. وبيمر 10 أيام وبيكون لين بيتدرب بالحجر ده، وبيستنتج إن هو لو تم مزج بس نقطة واحدة من الحجر ده مع البركة بيساعده على تسريع التدريب عدة مرات، وتأثير النقطة دي يقارن بإكسير من الرتبة التالتة. يعني نقدر بسهولة كده نقول إن ده فعلا كنز، وده بالنسبة لشخص فقير زي لين حاجة مستحيلة إنها تحصل طبعا. ده حرفيا اللي بيحصل له ده كأنه حلم. وأكتر حاجة بقى مثيرة للدهشة لين هو الفضاء اللي بيدخل فيه، وأول ما بينام بيظهر له شخص شبهه بالظبط يستمر بتعليمه الفنون القتالية، وأول ما لين بيتبع الحركات دي بتتطور قدراته، وبيزيد كمان مستوى الفنون القتالية بتاعته. فبيقول لين بجد أنا مش مصدق إن أنا مش بحلم، كل اللي بيحصل لي لحد دلوقتي ده بسبب الحجر. أنا طالما مستمر وبعمل بجد أكيد هوصل لمستوى وحش. أما بقى بالنسبة للأشخاص اللي بيقولوا على نفسهم عباقرة، استنوا عليا شوية وراقبوني، في المستقبل القريب أنا لين هقوم بمفاجأة كل واحد منكم. وبيلبس هدومه وبيخرج بعد كده وبيقول أنا لازم أخلي بالي بقى بعد كده، ما ينفعش أي حد يعرف حاجة عن الحجر ده ممكن يقتلوني علشان يحصلوا عليه. فجأة بيتخض لما حد بيظهر وراه وبيقول له إيه ده أنت هنا؟ الحق يا نسيبي في مصيبة. بيقول له لين الله يخرب بيتك يا شنج خضتني. بيقول له صاحبه شنج الحق يا صاحبي الحق في مصيبة كبيرة حصلت. بيضربه لين وبيقول له نسيبك مين يالا انت هتخرف ولا ايه؟ بيرد شنج ما انا لو اتجوزت اختك هبقى نسيبك. بيرد عليه لين وبيقول له ده اللي انت بتقوله ده مش هيحصل حتى في احلامك، ممكن اي حاجة في الدنيا دي تحصل الا اللي انت بتقول عليه ده، وبعدين انت جاي لي كل ده علشان تقول البقنا الحمضانين دول؟ انا فكرت ان في حاجة حصلت يا عم. بيقول له شنج ايوه يا عم ده حصل حاجات كتير قوي، الحق مراتي المستقبلية الوغد اللي اسمه شان قام بمحاصرتها وعمال يرخم عليها. بيتصدم لين وبيقول له يا نهار ابيض خدني لها بسرعة. وبيطلعوا يجروا هما الاتنين، فبيوقفوا شانج وبيقول له استنى بس انت رايح فين؟ انت حتى لو رحت هناك مش هتقدر تهزمه، خلينا نروح نجيب ابوك وهو اللي هيجي يلحقها يا ابني. بيقول له لين لا 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 مش محتاجين ان احنا نجيبه، انا هحرص النهارده ان انا اخلي شان ده يهزم زي الكلب الميت. يا ترى بقى لين هيعمل ايه مع عدو اللدود شان؟ ويا ترى ايه موضوع المنافسة اللي لين قال عليها؟ ده بقى ان شاء الله اللي هنعرفه الفيديو الجاي في القصة الجديدة دي. والى هنا يا عزيزي الفيديو الجامد ده بقى خلص. طبعا مش محتاج اقولك انك لازم تعمل لايك، علشان كده كده انت هتعمله من نفسك، واكيد شايف المحتوى ده متعوب عليه قد ايه، فانت وضميرك بقى. والاول مرة هقولك اعمل للفيديو ده شير لكل اصحابك، لان بصراحة كده اللي مش هيتابع القصة دي من الاول هيفوته نص عمره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم اخوكم الملخص الفشيخ، ويلا سلام.